إذن لا مجال للنقاش، فهذه المناطق تعتبر تاريخيا مغربية وتم إلحاقها بالجزائر. وهنا يجب على الجزائر أن تشكر فرنسا، وعليها أن تصرخ عاليا فلتحيا الجزائر الفرنسية. المغرب إمبراطورية عريقة، وهذه الإمبراطورية العريقة تم تقسيمها في الفترة الاستعمارية. في أواخر القرن التاسع عشر كانت هناك أزمة، ومن سوء حظ المغرب أنه كان في أزمة في أوج التوسع الأوروبي. الإمبراطورية تم تقسيمها جنوبا على مستوى الأقاليم الصحراوية، لكن أيضا في الشرق، وهذا يشمل مناطق مثل تيديكيلت، غورارا، كولوم بشار وتندوف التي تعتبر تاريخيا مناطق مغربية. وفي الكتاب هناك فصل أتطرق فيه إلى مسألة كون الصحراء ليست المنطقة الوحيدة التي تم اقتطاعها من المغرب حسب مصادر قمت بذكرها، مثل النصوص المغربية والظهائر والتعيينات والموظفين الملكيين الذين تم تعيينهم في تلك الفترة. إذن لا مجال للنقاش، فهذه المناطق تعتبر تاريخيا مغربية وتم إلحاقها بالجزائر. وهنا يجب على الجزائر أن تشكر فرنسا، وعليها أن تصرخ عاليا فلتحيا الجزائر الفرنسية، لأن الجزائر أنشئت على يد فرنسا عام 1962، وقبل عام من منح الاستقلال للجزائر قام دوغول باقتطاع مناطق واسعة من الصحراء ومنحها للجزائر التي لم تكن موجودة قبل عام 1962. عمق المأساة بالنسبة للمغرب تكمن في كون الجزائر تخندقت خلف الحدود الموروثة عن الاستعمار، وهذه الحدود الموروثة عن الاستعمار تشكل إجحافا كبيرا بحقوق دولة لم ينشئها الاستعمار وهي المغرب، فحدود المملكة شرقا وجنوبا اقتطعت من طرف الاستعمار، والأنكى من ذلك أنه تم إلحاقها بدولة أخرى هي الجزائر، ونحن هنا إزاء ظلم تاريخي كبير. هذه الخريطة تظهر إذن بوضوح أن المغرب إمبراطورية قديمة، وقد بترت هذه الإمبراطورية التي يزيد عمرها عن 1000 عام خلال الحقبة الاستعمارية. كان المغرب يعاني من أزمة في نهاية القرن التاسع عشر، ومن سوء حظ المغرب أنه عاش أزمة في وقت كانت أوروبا بصدد التوسع. هذا المغرب الذي تم بطره ظل بالتأكيد جنوب هذه الأقاليم الجنوبية، بل أبعد شرقا من كل عمقها، تيديغيلت، غورارا، كولوم بشار، تيبلبالا وتندوف. كل هذه المناطق كانت تاريخيا مناطق مغربية،